حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض اسهل دقة لحمص الشام بطريقة سهلة جدا، والنتيجة هتطلع روعة معاكم ومميزة جدا. هتجيبوا بولتين، هحط في بولة معلقة كبيرة من الكمون، والبولة التانية معلقة كبيرة من الشطة، ومعايا عصير ليمون. هبدأ اللي انا احط هنا شوية وهنا شوية، بس هنزود ليمون على الكمون اكتر شوية. تمام. بعد كده نبدأ اللي احنا نقلب الحاجات دي مع بعض كويس لحد كده ما يدخلوا مع بعض كويس. لحد كده مفيش اسهل من كده. بعد كده هنجيب بقى مية من بتاعة حمص الشام اللي احنا عملناها التحفة جدا، اللي واخدة لون حكاية، ونبدأ نحط الكمية اللي احنا عايزينها. طبعا لو انت عايزة تزودي الكمية هتزودي على حسب بقى كمية الحمص الشام اللي انت عاملاها. حطي بقى الكمية اللي انت عايزاها، وابدأي اللي انت قلبي كله كده مع بعضه. تعملي احلى واسهل دقة الحمص الشام بطريقة سهلة جدا وطعمها مميز. واعمليها كده لوحدها علشان الليمون ما يمررش معاكي، والكمون كمان ما يمررش معاكي. جربوها، هتعجبكم جدا جدا.